بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الناس الطيبين في مغربنا الحبيب وفي الجزائر الشقيقة خوا مكاندا وفي الوطن العربي والإسلامي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجالية العربية والمسلمة في أوروبا، الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم من كل شر وسوء ومكروه. لنرتب ألسنتنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، حبيبنا قائدنا قدوتنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجمعة مباركة للجميع. أحبتي في مغربنا الحبيب وفي الجزائر الشقيقة، في هذه القناة المتواضعة والتي هي منكم وإليكم، فتحنا واحد الورشة حوار على الخلاف المغربي الجزائري. أخي الجزائري، إليك هذه الكلمة، اسمع لي، ما تقلقش مني، أنا قلبي أبيض. الكلمة إلا قلتها لك رد عليا بالدليل، ماشي بالسب أو الشتم أو الاحتقار. أنا عندي مشكل مع الجزائريين الذين يحقدون على المغرب ويسيئون إلى بلدي. كان هذه ولدك، أنا كنقول لك العقلية ديالي المخ. لا أحقد على الجزائر، محبتها مغرسة في القلب. واليوم راه الجمعة عيد المؤمن، صدقا من الكلمة، الله على ما أقول شاهد. أنا أصب جم غضبي على بعض الذين يسيئون إلى بلدي، هذا من حقي، ولا أبادلهم الحقد بالحقد أبدا، أغضب فقط. خاصة بعض المرات تصور ديال أنت خويا الجزائري راسك في بلاصتك، أنت تتكلم في ميدان مثلا كرة القدم، والرد ديال المتتبع الجزائري يتكلم الإساءة في مسائل سياسة للمغرب. بالله عليك، واش غادي تصبر؟ ما غاديش تصبر، هادشي اللي كاين. واخي الجزائري، ماشي اي كلام يقولها المغربي تنوض تنفجر، لا، من حقك ان تكذب، ولكن دير الجام، الجم نفسك واعطي الادله التي تضحي كلامي او كلام اي مغربي. ونفس الشيء ليا وليك، وحنا غير نتناقشوا، لا عقل لا ولا. يجب ان يكون هناك ادب الحوار وهو الاحترام المتبادل. اقل من اسبوع السيد بن كيران قال، عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العداله والتنميه في المملكه المغربيه، ان تندوف وبشار المغربيه الجزائريون بعد اقاموا الدنيا ولم يقعدوا. شتو الضعف ديالكم؟ الضعيف هو الذي يتحمل الصراخ والعويل. انا اعوذ بالله من الختان حتى اكون بعد صريح ونمشي معكم ايطاب بار ايطاب، خطوه بخطوه. للاسف الشديد الصحراء الشرقيه احنا ما قررناش المناهج التعليميه. قد يكون هذا خطا، وقد يكون من دماثه اخلاق بلدنا. ما كيبغيوش يجيبوا الحاجه اللي كتخسر الخواطر نتاع هذا الجيل اللي الدوله ديالنا تبغي تبنيه على حسن الخلق. شئتم ام ابيتم، بغيتوا ولا ما بغيتوش، هذا وانا اظن هكا والله اعلم. لا المغرب ولا الجزائر، هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. التاريخ لا يحابي احد. اثبت اخي الجزائر، الدوله ديالك تثبت بان الصحراء الشرقيه جزء لا يتجزا من الجمهوريه الجزائريه. اعطونا ادله. والله في هذه القناه، هذا العبد الضعيف، نقول لكم احسنتم، كامل حق، بلادي غلطت. ولكن اذا كان العكس خصكم تقبلوا بالامر الواقع. الله اكبر على كلمه الحق، هو العصر. هاتوا برهانكم. شوف المغاربه 50 سنه صابرين، نتوما كلمه اقمتم الدنيا ولم تقعدوها. لدرجه للاسف الشديد ان النظام الجزائري انشا الجهه الجزائريه خاويه في العقل ديالها، عمرها فقط بالحقد على المملكه المغربيه. هذا شغل الشاغل، وانتم ترون للاسف الشديد. انا رغم كل ذلك يؤلمني ما اراه لاحبتي واخوتي مهما كان الجزائريين. وهذا
الكلام كنقولها لخوتي المغاربه ما تقلقوش تاني. ما هو سياسي راه سياسي، لكن علاقات اخويه. اصبح الجزائري يهان في فرنسا، اصبح بضاعه رخيصه، اما ان يطرد او يحاكم. هذه هي السياسه اللي وصلت الجزائريين لهذا. ماذا تنتظر النظام 5 عقود وهو يحاول شغله الشاغل الحقد على المغرب، الحق الضرب المغرب، نسى المسائل ديالو لنهضة الجزائر اقتصاديا وسياسيا. إذن للأسف الشديد نظام همش النخب الجزائرية وفتح الإعلام المصراعي فقط. كل من يريد الإساءة للمغرب مرحب فيه في الإعلام الجزائري للأسف، وهذا لا يؤتي أكله. اللي يحفر شي حفرة غادي يطيح فيها، لا علينا. قلت واش هادو نتوما ضعف لهاد الدرجة؟ انت اخي الجزائري، لا انت عندك يقين بان تندوف بالصوره المغربيه؟ شنو هو السبب اللي يجعلك تنفجر وتصرخ وتغوت؟ اللهم الا كنت عارف شي حاجه مخبيها. حنا قلنا التاريخ لا يحابي احد. سيدي بن كيران قال كلام ارد عليه بالادله وضحض كلامه. مشيو خلينا للاسف الشديد قلنا النظام الجزائري عقيدته هي العداء للمغرب. حنا توالفنا والحمد لله، الحمد لله. ماشي كتقولوا كما كيقول لك الشياطه، لا ماشي الشياطه. حنا الله يعيش كنقولوا عاش الملك، نعم جاب العز ديالو لبلادو. حنا ما عرفناش عشريه سوداء الحمد لله، ولا نتمناها لاخواننا الجزائر، ما تمنيناش، ونتمناها لاي بلد في المغرب حتى لو كان كافر. فما بالك اش نقول لك نتوما عياشه؟ قول ذاك شأنك. الملك خدم بلاده وخدم شعبه. نتوما اخي الجزائريين، لما وقع خلاف بين المغرب واسبانيا حول جزيرة ليلى المستعمرة، الدولة الوحيدة التي أيدت إسبانيا سياسيا هي الجزائر. كتقولوا لنا الجزائريين مليلية وسبسارة، نعم مستعمرات. واش كتظن بلي المغرب رفع يديه استسلام؟ لا، المغرب الفرق بين العقلية السياسية المغربية الهدوء والاتزان والرزانة والحكمة. السياسة الخارجية الجزائرية الغوات والهضرة الخاوية، لا شيء، حتى أصبح الجزائري يهان في فرنسا. هذه هي النتيجة. أخي الجزائر، المغرب عنده تاريخ، سجل ذهبي من الإنجازات التي يفتخر بها العالم العربي والإسلامي. المغرب حكم إسبانيا 9 القرون، ماشي عام ولا عامين ولا 900 سنة. والحضارة التي تعرفها أوروبا جزء منها إن لم يكن جزء كبير مدينة للمغرب فيه. حنا اللي صدرنا الحضارة السماوية. تجي انت تقول لي لا، المغرب محاصر، أكبر من حاصرنا أكبر من أذانا النظام الجزائري للأسف الشديد. ما يمكنش المغرب يحارب على جميع الأصعدة. المغرب يحارب بذكاء وباحترافية، بعض العقلية رزينة، شيئا فشيئا يعالج هذه بالشيء ويمشي لهذه الشيء بهدوء وبرزانة وعلى حسب الإمكانيات ديالنا. لا نستعجل الأمور، من يستعجل الشيء حرم منه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. انتما النظام الجزائري يعترف بسيادة إسبانيا على مليليا وسبتها. الجزائريين خاص يعرفوا هذا الشيء. لا علينا نوليو الموضوع ديالنا. أي خلاف يكون بيننا الجزائريين، النصيحة اللي نقولها لخوتي الجزائريين: دافعوا عن حقوقكم وعن مواقفكم بالأدب أولا في الحوار، وثانيا بالأدلة. كاين أدلة، ماشي تمشي للهضرة اللي تسمعها نتاع التلفازة ديالكم.
والإذاعة والجرائد، لا، كل هذا وذاك يمكن أن نتجاوزه إن احترمنا بعضنا واستمعنا إلى بعضنا البعض، لنتجاوز الخلافات، لنحل المشاكل العالقة بيننا، وهذا فيه خير للجميع. وإن لم يكن، على الأقل نتجنب زيادة الصراع. أسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق للمغاربة والجزائر لإيجاد الحلول العالقة بينهم آجلا غير عاجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.